كل سنة وانتم طيبين على أحلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير ودايما في أحسن حال يا رب. فيديو النهاردة مميز عشان هنعمل أساسيات السحور، الفول المدمس بطريقة أمي اللي هتعجبكم إن شاء الله، وبطريقة سهلة، طريقة مصرية أصيلة، وسيبكم بقى من أي طريقة تانية. بصوا الجمال والحلاوة، ولا لونه غامق ولا أي حاجة. هنشوف هنعمله ازاي وبمكونات مفيش أبسط من كده ولا أسهل من كده. ربنا يبلغنا رمضان واحنا كلنا في احسن حال يا رب. عملت معاكم تفريزات رمضان للحوم والفراخ والخضار، ارجعوا شوفوها تعجبكم ان شاء الله. ومتنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه اللي بشكركم عليها من كل قلبي، وبشكر اي متابع ومتابع جديد. شرفتوني ونورتوني في قناه المتواضعه. ولو اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تعالوا بقى معانا الدماسه الاصيله. بصوا الدماسه دي عند امي من قبل ما انا اتولد تقريبا فانا بقالي كتير قوي عايشه فاتربينا عليها، ومن الفول منها. ربنا يديها الصحه والعافيه يا وبابا، وربنا يخليهم لينا ويخلي لكم كل الناس اللي بتحبهم في حياتكم. حطيت ميه تغلي، وطبعا معايا نص كيلو فول مدمس. انا جايباه من العطار عادي سايب، ممكن تجيبوا الاكياس براحتكم. غسلته كده زي ما انتم شايفين نص كيلو. هتشوف هتطلع معايا كمية حلوة قوي. اهم حاجة تسيبوا المية تغلي وحطوا الفول فيها. في طرق كتيرة جدا للفول، وزي ما بيقولوا كل شيخ وليه طريقة. دي طريقة امي اللي احنا تربينا عليها واللي احنا بنحبها. يبصوا جربوها والطريقة دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كنت غاسلة الفول بس كويس طبعا، وبحطه كده في المية. تمام. قولوا لي بقى مستعدين لرمضان؟ خلاص ما عادش الا ايام بسيطه ورمضان يهل علينا. بجد روايحه تحس ان هو بقت في المكان. يعني ما بننزل دلوقتي الشارع بقى حاطين الزينه والفوانيس، بتحسوا ببهجه فظيعه يا جماعه. انا يعني بنزل من الشارع اشوف البهجه دي اتبسط كده، وابتسامه تبقى على وشي. ربنا يبلغنا رمضان واحنا كلنا في احسن حال. زي ما انتم شايفين لما غلى سيبوه يغلي غلوتين 3 4، يعني سيبوه مثلا بتاع 5 دقايق 10 دقايق يغلي. وطفيت عليه واغطيه وهسيبه. يعني مثلا انا سبته تقريبا 4 ساعات في المية المغلية. تمام كده. بعد ما سبته ال4 ساعات معايا بقى عدس اللي هو العدس الاصفر بتاعنا ربع كيلو. تمام كده، او ممكن نقول كوباية. وكمان فول مدشوش ممكن تستغنوا عنه وتحطوا مكانه رز. تمام كده، بس هو بيدي قوام حلو قوي للعدس وبيتقله. ومعايا برضو ربع كيلو فول مدشوش. مش عارفة بقى اخواتنا العرب من البلاد التانية هيعرفوا الفول ولا لا. قولوا لي لو انتوا عارفينه، قولوا لي في الكومنتات. انا غسلتهم كويس قوي، وزي ما انتوا شايفين الفول عمل مية. المية بتاعته بقت لونها غامقة، فانا هكب المية دي بس مش هغسله. خلي بالكم ما تحطوش عليه ميه بارده ابدا، زيه وزي اللحمه والفراخ. تحط عليه ميه بارده هيتجرمس منكم ومش هيستوى بسرعه. فاهمين حبايبي؟ هنا بقى بعد ما غسلت الفول والعدس، في ناس بتحط طماطم، في ناس بتحط ليمون، في ناس زي ما بقولكم بتحط رز كمان معاه. براحتكم خالص. الطريقه اللي انتوا متعودين عليها اعملوها. بس احنا بنعمل التفريزات دي بحيث ان هي تسهل علينا الوقت في رمضان، لان الوقت بيبقى قصير قوي. سبحان الله ايامه بتبقى بتجري كده سبحان الله. فاحنا بنحاول نعمل الحاجات السهله السريعه اللي تسهل علينا الوقت. وربنا يديكم الصحة والعافية وتعملوا كل حاجة حلوة لولادكم. حطيت العدس والفول كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا غالية مية هحط على الفول مية مغلية زي ما انتوا شايفين كده. هغطيه بالمية. تمام كده حبايبي؟ ايوه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا انزلوا حطولي كومنت حلو، لايك جميل من ايديكم جميلة، وكملي معايا الفيديو ان شاء الله تستفادي منه. هنا كسرولة وحط عليها ميه. دي بصوا دي طريقه ماما. يعني قلت لها يا ستي طب ما انا هغلي ميه واغطي، لا هي متعوده على كده. كسرونه بقى وحاطه فيها ميه وحطها على الدماسه. وطبعا الميه دي بتغلي، فالميه دي اللي انا هبدا ازود بيها الفول. فاهمني؟ هو برضو عندهم تفكير عبقري برضو غيرنا. يعني هم ما شاء الله ربنا يديهم الصحه. طبعا انا هسيبه بس على نار عاليه شويه. مجرد ما يغلي هخلي النار شمعة زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا.
هنا بقى بعد تقريبا 10 دقايق هنا بقى ماما ربنا يديها الصحة اجت تقلبه من تحت لفوق عشان ما يلزقش من تحت، عشان ما يعملش قشرة. بس طبعا تخلي بالكم وانتوا بتقلبوا، وربنا يحفظنا جميعا يا رب. هنا قلبته كويس، وبصوا النار شمعة يا جماعة، وبدأت ازوده من المية اللي احنا سايبينها من فوق، بتبقى طبعا سخنة وبتغلي. تمام كده، اللي هو توفير للوقت. بصوا الناس بتاعت زمان الجميلة العبقرية اللي كانت بتوفر كل حاجة، اللي هي مش هتستخدم غاز تاني او كهرباء تانية، لا هو انت مشغلة الغاز بتاعك وكده كده انت ده على النار، فانت تستغلي بقى تحط عليها المية ومنها فيها تغلي، فاهمني؟ فبجد ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة ويخلينا كل الناس الجميلة اللي في حياتنا. قلبته بقى كويس زي ما انتوا شايفين من تحت لفوق كويس قوي. وطبعا لو احتاج مية بنزود، لو ما احتاجش بنسيبه. فكنت كل مثلا 3 دقايق اعمل نفس الحركة دي، كل 5 دقايق اعمل نفس الحركة دي لحد ما يستوى معايا. كل ما الاقيه محتاج ميه بزوده، بس طبعا بقلبه من تحت لفوق كويس عشان ما يعملش قشره من تحت وما يلزقش برضو. وهسيبه بقى على النار. هو قعد تقريبا 3 ساعات في الحدود دي. في ناس بتعمله في الحله زي ما قلت لكم، في طرق كتيره جدا للفول، بس جربوا طريقه امي هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا الجمال والحلاوه بصراحه. هو كان خلص بقى بعد ما احنا خلاص كنا اتعشينا يعني بصراحة. فانا هحطه على طول في الاكياس وهنبقى نطلع منه. بصوا ما شاء الله القوام بتاعه التقيل ده الحلو اللي احنا بنحبه. لو انتوا بقى عايزين تخففوه تحطوا بقى تملحوه زي ما انتوا عايزين، ملح الكمون والليمون والشطة. طبعا هنعمله مع بعض ان شاء الله في سحور رمضان باذن الله. هنحطه في الاكياس، وطبعا لازم ندي كل حبايبنا منه. ربنا يخلينا كل الناس اللي بتحبهم يا رب. بصوا ما شاء الله دماسة هتقعد معاكم شهر بحاله. هنا بقى احنا بنحبه، دي خطوة اختيارية. انا بنحبه نضربه، حتى الجاهز اللي بنجيبه من بره بنحب نضربه، لان اكتريتهم عندنا بيحبوه مضروب، مش بيحبوا الفولة، فاهميني؟ مش بيحبوا الفولة صحيحة. فاحنا بنحب نريح دماغنا وبنشوف اللي حوالينا بنحب ايه بقى بنعمله. فهنضربه كده. بصوا ما شاء الله بعد ما نعم معايا حطيته في الاكياس ما شاء الله طلع معايا. طبعا الكيس ده لما يطلع ويتخفف يعني الكيس واحد هيعمل لي كيسين، فاهميني؟ هيعمل لي طبقين او ممكن 3 كمان على حسب الكمية وعلى حسب الحجم. وهستنى رأيكم في فيديو ايه النهاردة. جربوا مش هتندموا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.